خلطة رهيبة جدا في زيادة الوزن، هتوصل البط ل8 كيلو ونص في خلال 3 شهور ونص بس. وغير كده ان هي بترفع المناعة وبتفتح الشهية، ومضاد حيوي اقوى من المضادات الحيوية الطبيعية، بمكونين موجودين في كل بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو تنسوا تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده مهم جدا فانتبهوا للنهاية، وكمان نحط لايك علشان ينتشر يوصل ناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو ده بإذن الله بشكل كامل. النهاردة هنعمل مع بعض خلطة رهيبة جدا في زيادة الأوزان، هتوصل البط بتاعنا ل8 كيلو ونص في خلال 3 شهور ونص بس. وبتدي البط بتاعنا مناعة قوية جدا، وبتفتح الشهية وبتديله شهية قوية جدا، ومضاد حيوي قوي جدا اقوى من المضادات الحيوية الطبيعية، بتقتل البكتيريا الضارة وبتنشط البكتيريا النافعة في الامعاء، بترفع نسبة الرطوبة وبتطري على الطيور بتاعتنا بشكل كبير. كده ان هو بيحل محل المكمل الغذائي الطبيعي، وكمان بيحسن الجهاز الهضمي في كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والاملاح المعدنية، وكمان بيكمل الفيتامينات الناقصة في جسم الطيور بتاعتنا او البط بتاعنا. بيوصل البط بتاعنا لاوزان رهيبة في خلال وقت قصير جدا. هنوفر وقت، هنوفر مجهود، وكمان هنزود ارباحنا وهنكسب بالالوفات من تربية البط، خاصة تربية البط بتاعنا هيوصل زي ما قلت لكم لوزن رهيب جدا. هنديله مناعة قوية جدا، وكمان هنفتح الشهية بتاعة البط، هتخليه يجر معانا من العلف اكتر، فبالتالي بسم الله ما شاء الله هيوصل معانا لاوزان رهيبة جدا في خلال وقت قصير جدا. العلفة دي او الخلطة اللي احنا هنعملها النهاردة بمكونين بس، المكونين دول فيهم فوائد رهيبة جدا للطيور بتاعتنا، يعتبروا صيدلية متكاملة لانهم مضاد حيوي طبيعي جدا افضل من العلاجات الطبيعية، وكمان مكمل غذائي طبيعي فيه كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات، وبترفع نسبة الرطوبة، بترطب على البط بتاعنا او على الطيور بتاعتنا، وفيها كميات عالية جدا من البروتين والكالسيوم. كمان مكمل غذائي طبيعي جدا وبيزيد من نشاط الطيور بتاعتنا، وبيكمل الفيتامينات الناقصة، ورهيب جدا في رفع المناعة وفتح الشهية. منظف للدم من السموم، بيطرد اي سموم في الدم بتاع البط بتاعنا. زي ما احنا عارفين العلف بتبقى السموم زايده فيه شويه فصل الصيف، فالخلطه اللي احنا هنعملها النهارده دي مضاد للسموم، مضاد حيوي رهيبه جدا في زياده الوزن، رافع مناعه، فاتح شهيه، فيه فيتامينات عاليه جدا وبروتينات. تعالوا بينا نعرف ايه هي مكونات الخلطه اللي احنا هنعملها النهارده. اول حاجه هنحضر معانا العلف، وبعد كده ده كيلو علف حطيت عليه معلقتين كبار جدا من الزبادي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليهم معلقه كبيره من عسل النحل. الزبادي فيها فوائد رهيبة جدا، وكمان العسل ده مكمل غذائي طبيعي. الزبادي بتزيد الوزن وبترطب على الطيور بتاعتنا بشكل رهيب جدا. اهم خطوة ان احنا نقلب المكونات دي كلها في بعضها، والمكونات والعلف يبقوا كده واحد ومتماسكين كده، وكأن دي علف، يعني ما تكونش مكونات الخلطة لوحدها والعلف لوحده. اهم حاجة التقليب زي ما انتم شايفين كده. كنت زودت من العلف شوية لان الكيلو يعني ما كنتش حاطاه كله، كنت حاطه نصه وسبت نصه لما اجي اقلبهم احط الباقي. تعالوا بقى نعرف مع بعض كده ايه هي فوائد الزبادي وايه فوائد العسل والزبادي ليهم فوائد رهيبة جدا. العسل والزبادي دول يعتبروا صيدلية متكاملة لانهم فيهم فوائد رهيبة جدا، مضاد حيوي اقوى من المضادات الحيوية واقوى من العلاجات الطبيعية. والزبادي بنبدأ نستخدمها للفراخ من بعد 15 يوم، لكن لو للبط بنحطها من عمر يوم عادي مفيش اي مشكلة. الزبادي بتنشط البكتيريا النافعة وبتقتل البكتيريا الضارة اللي في الأمعاء، بتحسن أداء الجهاز الهضمي، وبترطب على الطيور بتاعتنا، وبترفع نسبة الرطوبة بشكل كبير جدا. فيها كميات عالية جدا من البروتينات، وبتفتح الشهية، ورهيبة جدا في زيادة الوزن. الزبادي دي بتوصل معانا البط لأوزان خطيرة في خلال وقت قصير جدا. هنوفر من العلف، هنوفر مجهودنا، وكمان هنتجنب الأدوية البيطرية، وهنتجنب الأمراض
لان العلفة اللي احنا عاملينها النهاردة دي او الخلطة اللي احنا عاملينها على العلفة رهيبة جدا رهيبة جدا، مضاد حيوي اقوى من المضادات الحيوية الطبيعية، تعتبر صيدلية متكاملة زي ما قلت لكم، لان هي فيها فوائد رهيبة جدا. اهم حاجة ان هي بتدي للبط بتاعنا او للطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا، تقدر ان هي تستحمل اي مرض او اي درجة حرارة عالية. احنا عارفين ان الفراخ ما بتقدرش تستحمل درجة الحرارة العالية، لكن البط بيقدر يستحملها، بس طبعا نحط له يعني حاجات تهون عليه درجة الحرارة. فالزبادي دي رهيبة جدا في الترطيب على البط بتاعنا، بتنشط البكتيريا النافعة، بتحسن اداء الجهاز الهضمي، فيها كميات عالية جدا من البروتينات. الزبادي دي بتفتح الشهية ورهيبة جدا في زيادة الوزن. تعالوا بينا نعرف مع بعض ايه هي فوائد عسل النحل اللي احنا حاطينه مع الخلطة. عسل النحل ده مكمل غذائي طبيعي جدا، فيه كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات، بيزود من نشاط الطيور بتاعتنا، بيكمل الفيتامينات الناقصة في جسم الطيور، بيساعد على رفع المناعة، وكمان قوي جدا في فتح الشهية، لان احنا عارفين العسل كده بيبقى طعمه لذيذ جدا، فلما نحطه على العلف وكمان مع الزبادي فالعلف بتبقى اصلا الريحة بتاعته طالعة حلوة، وكمان الطعم بيبقى لذيذ جدا للطيور بتاعتنا، فالطيور بتحب طعم العلفة اللي احنا مقدمها لها دي، فبتجر معانا من العلفة دي اكتر، فهي بتفتح الشهية، وكمان بتخلي العلف سهل الهضم على الطيور بتاعتنا، وسريعة جدا في زيادة الوزن. فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والاملاح المعدنية اللي مهمة جدا للبط. الخلطة دي متاح نعملها لجميع اعمار البط، من عمر يوم لحد عمر البيع، لان الخلطة دي فيها فوائد بشكل رهيب جدا مفيدة لجميع انواع الطيور، سواء بقى كانت فراخ بيضة، فراخ ساسو، فراخ بلدي، بط، فراخ رومي، سمان، اي حاجة. الخلطة دي مفيدة جدا للطيور، لان هي بتدي الطيور بتاعتنا زي ما قلت لكم مناعة قوية جدا، بتساعد على رفع المناعة، وكمان بترطب، واهم حاجة ان هي بترطب وبترفع نسبة الرطوبة بشكل كبير جدا. يعني وانا رايحه اعلف البلط بتاعي كنا الظهر، فلقيت الجو حر جدا، انا عن نفسي ما قدرتش استحمل درجه الحراره العاليه دي، فقلت لا انا لازم اعمل خلطه للبط بتاعي ان هي تفتح الشهيه، وكمان تزود معايا من الوزن، وتكمل الفيتامينات الناقصه والبروتينات والاملاح المعدنيه في جسم الطيور بتاعتي، وكمان ترطب عليهم وتهون عليهم درجه الحراره العاليه دي. فما لقيتش احسن من الزبادي والعسل، لان الزبادي والعسل فيهم فوائد رهيبه جدا، يعتبر صيدلية متكاملة، بيحلوا محل المكمل الغذائي الطبيعي، بينشطوا الجهاز الهضمي، وكمان بيحسن اداء الجهاز التنفسي، ورهيب جدا في زيادة الوزن، ورهيب جدا في فتح الشهية، رهيب جدا بقى في رفع المناعة، بيقتل البكتيريا الضارة، بينشط البكتيريا النافعة في الامعاء، بتدي للفراخ بتاعتنا كمية من الفيتامينات والبروتينات، وبتفتح الشهية رهيبة جدا. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو ده بشكل كامل، ولو استفدتوا منه فحطوا لايك علشان ينتشر يوصل ناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو ده بإذن الله، لأن بعد الفيديو ده مهم جدا، هتكسب بالألوفات لو مشيتم على الخطة اللي احنا عاملينها في الفيديو ده. الخلطة دي فيها فوائد رهيبة جدا للبط زي ما شفتم. صلوا على الحبيب المصطفى، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.